اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. فطار خفيف لذيذ سريع، مش هياخد معاكي وقت، وكمان ممكن تعملي غدا وممكن تعملي عشاء على حسب انت حابه تعملي ايه. بس بتكات بسيطه، تعالوا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه كده معانا كام ورقه من الزعتر. ممكن زعتر مجفف من عند العطار او فريش المتوفر عندك. يعني هنقطعه كده ناعم ونخليه قطع رفيعه خالص، يعني هنعمله ناعم خالص ونحطه كده في طبق معانا. ونجيب معانا بيضه، اتنين تلاتة، على حسب انت عايزه تعملي كام واحده. انا هحط بيضتين كده على قدنا، ونبتدي نقلبهم كويس كده مع بعض. آه البيض مع الزعتر، ممكن زي ما قلت لك زعتر مجفف هيمشي معاكي برضو، هيبقى معاكي يدي معاكي طعم حلو جدا. بس تعالوا بقى نملحها الاول ونحط شويه ملح، وكمان شويه فلفل اسود، بهارات بسيطه خالص. مش هت عشان ما تغيرلكيش الطعم وتكتري بهارات كتير يعني. هقلبهم تقليبه كويسه بقى، واركنهم على جنب علشان نبتدي نكمل اكلتنا. هركنهم بقى على جنب زي ما قلت، ونجيب معانا كده طماطميتين، برضو زي ما قلت لك على حسب انت عايزه تعملي كام بيضه، او كام الحجم اللي انت حابه تعمليه من البيض. انا قطعت الطماطم كده طرنشات رفيعه، مش رفيعه قوي، وجبت معايا طاسه وهحط فيها معلقه كده حلوه من السمن البلدي وعليها شويه زيت يسخنوا معايا كده الاول. ونجيب بقى التوم بتاعنا علشان نشوحه. احنا هنشوح التوم بس يا دوبك هياخد معانا يدي معانا يطلع الريحه بتاعته بس، وننزل فوقه بالطماطم. طبعا الطماطم ما بتاخدش وقت في السوا، فبنقلبها على طول وبننزل على التوم كده زي ما انتوا شايفين بشرايح الطماطم بتاعتنا. هنعمل احلى طاسه بيض ممكن تاكلوها في حياتكم، حاجه كده في منتهى الخيال، وطعمها روعه، وكمان ريحتها جميله. الطماطم طبعا ما بتاخدش وقت في السوا، فهنقلبها على طول يا دوبك تاخد لون، ونقلبها على طول. ونخلي بالنا من التوم علشان ما يتحرقش مننا ويمرر معانا في الاكله. الاكله بتكات بسيطه خالص ممكن تغير معاك الطعم وتديكي طعم روعه. وكمان ممكن يعني احنا بنتعلم في الاكل بتاعنا، تعالوا نشوف نعمل ايه في حاجات بسيطه تفرق معانا في الطعم وتفرق معانا في الريحه كمان. هنزل بقى بالبيض بتاعي بعد ما قلبته كده مع الزعتر والملح والفلفل الاسود، واغطي عليه بقى بس بعد ما اوزعه كويس كده واوزع الزعتر في كل مكان. هغطيه بقى لحد ما لما يستوي معانا نص سوا كده. واجيب بقى معايا شويه جبنه موتزاريلا، شويه جبنه رومي، اي جبن موجوده عندك حابه تحطيها. بس هي مهمه في الحته دي، انت حابه تحطيها حطيها. انا غطيتهم بقى كمان 5 دقايق. وتعالوا بقى بعد ما الجبنه ساحت، يعني قطعت كمان خيار وطبعا جرجير وكمان طماطم. ننزل بقى بالبيض بتاعنا في الطبق. وطبعا بقى زي ما قلت لكم كده مقطعه خضار. وكمان هنجيب بقى طعميه، ونجيب بقى العيش، اي عيش بقى موجود عندك بلدي، اي حاجه موجوده عندك تاكلي بيها الاكله اللذيذه دي. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ سمسم علشان يوصلك كل فيديوهاتي، مع كومنت لذيذ كده من كومنتاتكم اللذيذه الحلوه. يلا بقى جربوا الاكله اللذيذه ديت الخفيفه السريعه في اي وقت هتحتاجيها. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. بس تعالوا الاول ندوق الاكل بتاعنا ونشوفه عامل ازاي. شايفين الجمال؟ روعه. الجبنه بتمط وطعمها جميل وروح طعمها روعه، والبيض كمان بطريقه جديده ولذيذه هيعجبكم جدا. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد. باي.